يسلقون ويحرقون من الداخل، فلا علاج ولا ترياق قادر على علاجهم، بألم لم يشهد له في تاريخ البشرية كله، فلا مسكن ولا أي وسيلة قادرة على إيقاف هذا العذاب، فحتى لو أخذوا مسكنات في الوريد لن توقف هذه الآلام، فحتى النوم لم يعد سبيلا للهروب، والسبيل الوحيد كلنا نعرفه جيدا. هذا السبيل كان أرحم بكثير من هذا العذاب، لهذا اختاروه المرضى كحل نهائي وأبدي لهذه المعاناة. إنه الموت بأفظع طريقة عرفها البشر بسبب الإشعاع النووي في كارثة كادت أن تغير تاريخ البشرية، ولكنها غيرت ودمرت حياة آلاف البشر. كارثة تشيرنوبل المرعبة. في أوكرانيا عام 1985 ينفجر المفاعل الأكبر في أوروبا، مهددا أوروبا كلها عن بكرة أبيها. يتسرب الإشعاع النووي فيستنشقه الآلاف من البشر دون أن يدرون أنهم يستنشقون سما سيغير ويدمر حياتهم. يدخل للعيون والأنف عبر الفم كهواء خبيث سيحرق الجسد حرقا من الداخل قبل الخارج. لأجيال وأجيال ظل الإشعاع يفتك بهم. سرطانات وتشوهات خلقية وأمراض لم يسمع ولم يراها البشر يوما ما، فلم يعرفوا كيف يعالجوها وكيف تداوى. بدأ الأمر حينما أراد المهندسين إجراء اختبار لأثر انقطاع الكهرباء عن المفاعل، ليحدث خطأ غير متوقع وترتفع درجة حرارة اليورانيوم وينفجر فجأة. فيهرع الأطباء والصحافة والعمال والشرطة والجيش في محاولة لإنقاذ الأمر، ولم يعلموا ماذا سيحدث لهم والأثر المدمر المرعب الذي سيفعله بهم دخان الحريق المشع. تستمر الحرائق 10 أيام، دخان كثيف بطبقات عديدة من اليورانيوم والتيتانيوم والمغنيسيوم والجرافيت ينتشر على طول آلاف الأمتار حرفيا. انصهر الحديد وتوجهت النيران إلى أساسات المفاعل حتى وصلت إلى عمق الخرسانة والمواسير واستقر في قبو أسفل المفاعل، والدخان الذي خرج منه كان يحمل إشعاعات نووية 100 ضعف قنبلتي هيروشيما وناكازاكي مجتمعتين. 50,000 مواطنا كانوا على قرب شديد من الانفجار، ولم يتم إجلاؤهم إلا بعد يومان كاملان، حيث نفي السوفيات وجود أي خطر إشعاعي، وأكد أن الإجلاء احترازي فقط. فيصل الإشعاع إلى قلب السويد، ويعترف السوفيات بأن هناك مشكلة، ولكنها مشكلة بسيطة. كتلة هائلة من اليورانيوم المشع قد انطلقت للجو باتجاه أوروبا في شكل دخان إشعاعي، لتكون الكارثة الإشعاعية الأكبر في تاريخ البشر. يتعرض 10 مليون إنسان للإشعاع. لم يعرف الرقم الحقيقي للوفيات بسبب تعتيم السوفيات. يتوقع أن تكون الوفيات ما بين 150 إلى 200 ألف شخص، وتعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للسرطانات، وعشرات الآلاف لتشوهات خلقية وجينية وجلدية مرعبة. وتحولت تشيرنوبل بالقرى والمدن التي بجانبها إلى مدن موتى خالية من أي حياة، ولن تكون صالحة هذه المدن إلى 20,000 عام قادمة. قيامة أوروبا. واليوم هناك رعبا يخيم على الأجواء، فالعالم الآن يملك قوى نووية مرعبة أكثر من ذي قبل بآلاف المرات. ووسط إطلاق روسيا الصواريخ المدمرة على أوكرانيا قد تصيب قذيفة أو صاروخ مفاعل تشيرنوبل، والذي ما زال يحمل في أسفل وجوف الأرض أطنانا من الإسمنت، كتلة مشعة مرعبة من اليورانيوم قادرة على سحق وتدمير صحة ملايين الأوروبيين حرفيا. فلو أصابت قذيفة واحدة هذا المفاعل ووصلت لقلبه، سيبدأ كابوسا مرعبا على كل أوروبا، ولن تستطيع بكل تقنياتها أن تقوم بإيقاف هذا الإشعاع المدمر أو علاج أثاره. فحينها ستبدأ قيامة الأوروبيين حرفيا.